بينما ينتظر العراقيون الكلمة التي سيلقيها الرئيس صدام حسين غدا في ذكرى ثورة 17 من تموز، والتي يتوقعون فيها انفراجا على صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي والعلاقات العربية والدولية، يستمر آلاف المواطنين العراقيين ببيع ما تبقى من حاجات منازلهم وحاجاتهم الخاصة لتغطية أجزاء من متطلبات الحياة اليومية التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم. يجي يبيع باب شرجة حتى غراض البيت يجي يبيعها. هذا باب شرجة كله قدامك. كل من محتاج يجي يبيع غراضه، يجي يبيع غراضه شغلاته. ليش يبيعها؟ غير محتاج يجي باب شرجة يبيع. يعني ابيع حاجه من بيت عادي حتى بحيث اوكل عائلتي، اوكل اطفالي، كله بسبب الحصار هذا. العراقيون الذين يكابرون في تحمل آثار الحظر الدولي يتطلعون إلى مستقبل أفضل بمناسبة ذكرى عيدهم الوطني. والله أنا ما أقول كلمة واحدة، ثورة 17 تموز هي ثورة قومية وبس، أكثر من هذا تسألني. والله نناشد دول العالم أنه تشيل هذا الحصار عن الشعب العراقي بهذه المناسبة. مهما تكن آراء المواطنين العراقيين فإن حديثهم الأساسي ينصب وباستفاضة على معاناتهم جراء الحصار المفروض عليهم، ويتطلعون إلى اليوم الذي يتم فيه رفع هذه المعاناة. محمد خير البوريني، الجزيرة، بغداد.